لما الدنيا تتقلب عليك اسمع القصة دي. في قصة حلوة قوي بس معناها تقيل قوي. كتاب اسمه Who Moved My Cheese؟ مين حرك الجبنة بتاعتي؟ القصة دي بكل بساطة بتتكلم عن 4 شخصيات عايشين في متاهة. 2 منهم فئران و2 منهم أقزام صغيرين humans. فال4 أشخاص عايشين في المتاهة دي على الجبنة. كل يوم بيروحوا ستيشن معينة يلاقوا الجبنة بتاعتهم موجودة ياكلوها ويرجعوا. الفئران كانوا بيمشوا ورا الجبنة مطرح ما تكون موجودة، بيروحوا ياكلوا ويرجعوا وهم very open ان هم يدوروا على الجبنة في اي حتة. تمام. الهيومنز زي اغلبنا بيروحوا يلاقوا الجبنة بتاعتهم موجودة ياكلوا ويرجعوا تاني. في مرة الجبنة دي خلصت، ما بقتش موجودة تاني في الستيشنز. الشخصيتين اللي هم بيرمزوا لهم بالفئران راحوا مشيوا، تمام الجبنة مش موجودة، اللي ممكن نعمله بدأوا يشمشموا ويدوروا على الجبنة في مكان تاني. الشخصيتين التانيين اللي هم الهيومنز، واحد منهم عاش في دور الضحية، ازاي بيحصل معايا كده، ليه بيحصل معانا كده، الدنيا كلها فوق دماغي مش عارف هعمل ايه. والشخصية التانية كان خايف، نفسه يغير بس خايف مش عارف يعمل ايه. فضل يسأل نفسه طيب لو الجبنة دي مستنياني في مكان تاني، هل لو مكان تاني في جبنة أحسن؟ هو خايف زي معظمنا بس عندوش مشكلة إن هو يجرب يغير أو يطلع من اللي هو فيه. تمام. طبعا هنا رمز الجبنة ده بيرمز لكل حاجة في حياتنا، زي الشغل، الفلوس، العلاقات، أو أي حاجة كانت موجودة في وقت معين وما بقتش موجودة في حياتنا anymore. أوكي، نرجع تاني للشخصية اللي كان نفسه يغير بس خايف. قدر يكتشف ويسمع صوته الداخلي اللي بيقول له اتحرك، انت ممكن لما تتحرك تلاقي حاجة حلوة في مكان تاني. فبدأ حبة حبة يتحرك، ومع كل خطوة بياخدها كان بيلاقي ان الخوف بتاعه بدأ يروح، الخوف بتاعه ما بقاش موجود زي الأول، فبدأ يتحرك أكتر وأكتر وأكتر لحد ما قدر يخرج من اللي هو فيه ويلاقي جبنة في مكان تاني. الحقيقة هنا ان معظمنا اللي بنعمله ان احنا نفضل ماسكين في الماضي وماسكين في حاجات انتهت وما بقتش موجوده، وخايفين نغير او خايفين نروح لمنطقه جديده لان احنا كنا متعودين على كومفورت زون او منطقه معينه خايفين نطلع براها. بس الحقيقه ان الخوف اللي عندك ده بيبدا يروح مش قبل ما تتحرك، الخوف بيروح لما تبدا تتحرك ناحيه حاجه جديده. تعالوا كده كلنا نفكر في حياتنا، هل في حياتنا جبنة احنا ماسكين فيها او حاجة انتهت وما بقتش موجودة واحنا لسه عايشين عليها ومنعانا ان احنا نخرج من الكومفورت زون اللي احنا فيها ونروح منطقة جديدة ممكن تكون احسن بكتير بالنسبة لنا، ولا احنا بنقدر نكسر الخوف اللي عندنا ونتحرك من غير مشكلة؟